لو انا بتكلم الماني هقدر ان انا الاقي وظيفه كويسه جدا في الامارات. بص، انا هكلمك من وجهه نظري لان ده سؤال جالي. طول ما انت معاك لغه فانت جامد. حط دي قاعده في دماغك، اي حد معاه لغه فانت جامد. تعالى بص، هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انا ليا زميلي بيشتغل في مكان مجرد زي تحويل اموال او حاجه زي كده، هي الشركه اصلا بريطانيه موجوده هنا في الامارات وهو بيشتغل فيها. هو قال لي ان المرتب سواء اسباني او ايطالي او الماني بياخد 7. في واحد تاني بيشتغل في فندق بياخد 3 او 3 ونص. تمام. برضو معاه نفس اللغه اللي هي الماني. طب هل الكلام ده انا اللي بقوله؟ لا، الكلام ده انا بسمعه وباجي بنقله على الاساس ده. بس هنا في بوينت انا عايز اقول لك عليه. انا هقول لك وجهه نظري. حابب، انا مش بحبط حد اولا قبل ما اقول لك وجهه نظري. انا لو مكانك، لان كنت بتعلم الماني بس ما كملتش، لو انا بتعلم الماني فانا هتقن تحدث اللغه الالمانيه وهتعلم سيلز. في عندي اكونت في كونسنتريكس ده شغال سيلز الماني سيلز. تمام. الاكونت ده انا كنت بتمنى ان انا اشتغل في حاجه زي كده وندمت ان انا ما كملتش الماني. لما وصلت لاتس فاي وخلصت الاتس فاي المفروض ان انا ابتدي في بي اينز، ما كملتش وبصراحه تكاسلت فندمت. لان انا كنت غاوي السيلز جدا وغاوي الماركتنج قوي. لو الاثنين دول اشتغلت بيهم بالالماني فالمرتب كان الصراحه يخليني ان انا في مصر خلال سنتين اجيب شقه كويسه جدا. لكن لو جيت مثلا طلعت على دوله زي بريطانيا لانه كانوا طالبين نفس التخصص بنفس الشغلانه بمرتب غير تماما. لو انت هتيجي هنا الامارات تعالى، بس الشغل اللي هتلاقيه تبتدي بيه. لان اول سؤال انت بتتساله، انت معاك خبره في البلد؟ على اساس ده انت بتتسال معاك خبره في البلد؟ لا. طب انت بقى لو معاك خبره 6 شهور او سنه في البلد، ساعتها بتقدر انك تنجوشيت على سالري اعلى. تعالى كده اديك مثال صغير. عارف هنا اللي بيقبض كول سنتر عربي بيبتدي من كام؟ بيبتدي من 2 ونص اب تو 3 اخره. لو وصل 3 ونص يبقى كويس. لكن لو بيتكلم انجلش وعربي والانجلش بتاعه كويس بيبتدي من اول 3 لحد 3 ونص 4، وحسب المكان وحسب الشركه اب تو 4 ونص. ده 4 ونص ده بيبقى كي بي ايز. لكن دي بتبقى شركات معينه، شركات ايه، نفس شركات الاوت سورس اللي انا قلتها كلها كده. لكن انك تلاقي شغل ب5 فانت هتلاقي العقد بيكون تم من 3 شهور او 6 شهور. ده مش هينفع لان الاقامه هنا انت كده بتبقى عليك، فانت هتحتاج انك تكسر. فهو مفيش حد يعني غبي ان هو يعمل لك اقامه ويديك مرتب عالي في نفس الوقت وانت لسه فريش. فالمايند سيت هنا انت بتشتغل عليها ازاي؟ ان انت بتيجي الشغل اللي بيجي لك هيعمل لك تعديل وضع على طول ويديك الاقامه في ايديك ويعمل لك كل المستلزمات بتاعتك، والمرتب اللي هيجي لك هيقضي مصاريفك في البدايه 6 شهور. انت تقدر انك بعد 6 شهور سنه، وده الكلام اللي اتقال لي، 6 شهور سنه تبتدي انك تغير المكان اللي انت فيه وتشوف مكان اعلى بسالري ممكن يوصل 50 او 100% زياده. ده بيكون حسب ايه؟ حسب ما انت بتدور ازاي وحسب علاقاتك. لان هنا العلاقات اهم. هنا لو انت معاك علاقات هتدخل الانترفيو، مليون واحد بيقدموا واللي معاه علاقات هو اللي بيدخل الانترفيو. تمام. طبعا الاخذ بالاسباب ده مطلوب، انك تاخد بالاسباب وانك تسعى ده مطلوب. لكن هنا حاول قدر الامكان انك تبني علاقات. والاهم بقى نقطه اهم، ودي نقطه انا حاولت ان انا اعملها وانا في مصر وفرقت، انك لازم تبحث عن كل حاجه من قبل ما تيجي هنا. انا جاي هنا اعمل ايه؟ ايه الشركات اللي انا هقدم فيها؟ ايه الفيدباك؟ طب انا ادخل على جروبز اسال هنا واسال هنا واسال هنا واتعلم من ده. ده اللي هيفرق معاك وهيفرق معاك كتير جدا. كنت بسال وانا في مصر وكنت بسال ناس في الامارات من وانا في مصر زي ما انتم بتسالوني كده، وكنت بسال اكتر من شخص وبتعلم وباخد فيدباك وبسمع ريلز وفيديوز كتير جدا عشان ابقى جاي هنا فاهم الدنيا رايحه وجايه ازاي. ما انكرش ان في بعض الامور مش متوافقه معايا، وما انكرش ان انا تجربتي في السكن مش احسن حاجه، بالرغم ان انا بدفع مرتب وبدفع مبلغ، قصدي مرتب ربنا يكرمنا ويبقى عندنا شركه وندفع مرتبات. بدفع مبلغ كبير مش مبلغ صغير يعيشني في مكان كويس قوي. لكن للاسف انا تجربتي مش احسن حاجه، فعشان كده بقول لكم اسالوا. فانت هتيجي هنا لازم تقبل بالمرتب اللي هيجي لك، اللي هيعمل لك تعديل الوضع والمرتب يكون كويس. انت بعد كده طول ما معاك لغه وطول ما معاك خبره عمليه اعرف ان انت جامد حرفيا. 6 شهور سنه تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. بس ده كان الفيديو وده كان رد على سلام. لو في اي سؤال تاني هكون حابب ان انا اسمعها، ما تنساش لايك سبسكرايب شير وشير الفيديو ده مع الناس اللي حابه تسافر الامارات. سلام.